تخيل تصحى بعد 9 ساعات نوم وتقول أنا لسه تعبان ليه؟ أو تروح الجيم يومين وتلاقي عضلاتك بتوجعك زيادة عن الطبيعي. وممكن تكون حياتك ماشية لكن المود مش رايق، كأن في حاجة تقيلة جواك. والغريب إن السبب مش في النوم ولا في الأكل ولا حتى في ضغط الحياة. السبب موجود جوه دمك، حاجة مستخبية زي الشمس اللي غابت ونسيت ترجع. الفيتامين اللي شكله بسيط بس لما يقل يحول حياتك كلها، تعب، ضعف، وممكن حتى يأثر على مودك، هو فيتامين د. لأنه ببساطة مش مجرد فيتامين عادي، ده المفتاح اللي بيفتح الباب للكالسيوم. يعني من غيره الكالسيوم يفضل تايه، مش عارف يدخل على العظم ولا العضلات. يعني أنا لو شعري بيقع وعظمي بيوجعني وكسلانة ومش قادرة أقوم من السرير، كل ده ممكن يكون بسبب فيتامين د. وارد جدا. أعراض نقصه متشابهة مع حاجات كتير، عشان كده الدكتور بيطلب التحليل عشان يتأكد هل فيتامين د هو السبب ولا لأ. التحليل ده اسمه هيدروكسي فيتامين دي 25. ما تقلقش من الاسم الكبير ده تحليل بسيط خالص، هنسحب عينة دم ومش محتاجين صيام ولا أي حاجة قبله. ولما تمسك ورقة التحليل هتلاقي رقم. الرقم ده هو اللي بيقولك جسمك عامل إيه مع فيتامين د. فخلينا نترجم الأرقام دي مع بعض. لو أقل من 20 ده معناه إن في نقص واضح، زي لما تلاقي البطارية عندك فاضية. بين 20 و30 دي المنطقة الرمادية، يعني الجسم ماشي بالعافية لكن مش في أحسن حالاته. من 30 ل 100 هنا البطارية مشحونة وجسمك واخد كفايته من فيتامين د. أما بقى لو فوق 100 لأ، كده زايد عن اللزوم وممكن يضر زي أي حاجة لو زادت. طيب لو الرقم طلع قليل نعمل إيه؟ الدكتور هو اللي بيحدد العلاج، زي التعرض للشمس، وده أرخص وأهم علاج. 10 دقايق تحت الشمس من غير واقي شمسي 3 مرات في الأسبوع، بس في الأوقات اللي الشمس فيها مش حامية، زي الصبح بدري أو بعد العصر، كفيلة تدي جسمك جرعة محترمة. أو الأكل، زود في أكلك البيض، السلمون، التونة، اللبن، دول صحابك اللي بيزودوا المخزون. وكمان المكملات، لو النقص شديد الدكتور بيكتب لك كبسولات أو نقط. وهنا السر، الجرعة بتختلف من شخص للتاني، يعني ما ينفعش تسمع إن صاحبك بياخد جرعة وتقول أنا كمان، لأ، لازم الطبيب يحدد لك بالظبط. في شوية حاجات لو عملتوها قبل تحليل فيتامين د هتخلوه يطلع غلط من غير ما تحسوا. أول حاجة، لو خدتوا كبسولة فيتامين د الصبح ورحتوا تعملوا التحليل على طول، هيضحك عليكوا والرقم يطلع عالي على الفاضي. تاني حاجة، في ناس بتيجي صايمة، يا جماعة ده مش تحليل سكر، مش محتاج صيام خالص. ولو واخد حقن فيتامينات لازم تبلغنا، عشان دي ممكن تلخبط النتيجة. يعني ببساطة فيتامين د مش رفاهية، شمس زائد أكل زائد متابعة التحليل، جسم قوي ومود حلو. استنونا في سر جديد من أسرار دمك خفيف بس حلله.